اليمني خالد أبو غالب واللي بيحصل في القضية بتاعته. امبارح حطينا فيديو عن الموضوع، وأنا جبت فيديو من قرار المحكمة، يعني التفاصيل اللي نزلها النائب العام كلها اتكلمت عليها وما قلتش كل حاجة. يعني أنا حاولت إن أنا أقول حاجة مقتضبة، في حاجات كتيرة حاولت إن أنا أبعد عنها. الإخوة اليمنيين كتر خيرهم بعتولي فيديوهات. في واحد يمني أعتقد هو المحامي بتاع خالد، الراجل دوت راح اتقابل مع زوجة خالد، وزوجة خالد اتكلمت عن تفاصيل كتيرة جدا في الموضوع. في نقط كتيرة في اللي هي بتقوله مهمة، وفي حاجات برضو مش باينة قوي. خلينا نتكلم عن النقط المهمة. هي بتقول عدة نقط مهمة عن البنت اختفت فجأة، ما كانوش عارفين يوصلوا ليها، وكلموا الشرطة والشرطة كانت بتدور عليها وما وصلوش لأي حاجة، لغاية لما هي اتصلت بيهم من المكسيك بتقول لهم تعالوا الحقوني خدوني. وكانت في حتة منطقة خطر جدا، يعني منطقة فيها بتوع حاجات مش كويسة، والناس ديت منطقة خطر. فعشان كده الأب هو وابنه راحوا خدوها ورجعوها نيويورك، وهم كانوا حاجزين اصلا من قبل القصه ديت عشان يروحوا اليمن. الحجز دوت عشان كان عندهم فرح ابنهم هناك، وهم اوريدي كانوا حاجزينه من قبلها، لكن البنت ما كانتش هتروح معاهم. هي طلبت منهم ان هم يحجزوا لها وتروح معاهم، فهم عملوا كده وخدوها معاهم وراحوا اليمن بكامل ارادتها بدون اي ضغط عليها، وده على كلام الام. وقعدت في اليمن بتاع سنه ونص تقريبا على كلام الام، وكان عادي جدا وكانت تستمتع بكل حاجه، وهو كل ده بمزاجها. اللي بلغ على كلامها وعلى كلام المحكمة برضو الشخص اللي في المكسيك. طيب يعني على كلامها هي مش الطرف اللي عنده مشكلة او اللي هي اتأذت او عندها أزمة وطلبت القصة ديت وطلبت الحماية من الحكومة الأمريكية. لا، مش ده الموضوع، ده كلام الأم. كويس؟ في نقط هنا كتيرة في الكلام مش باينة، من ضمنها ان هي راحت لوحدها بإرادتها للمكسيك، وان البنت كمان بعد كده حتى رفضت ان هي تخش تعمل الشهادة بتاعتها في المحكمة لابوها. كمان البنت سحبت اوراقها من الجامعة بتاعتها، يعني هي اتصرفت بحاجات مختلفة. في لبس في الموضوع، في نقط مش باينة في الموضوع، لكن مش كل حاجة ممكن تكون طالعة من المحكمة تكون صحيحة، لان ممكن يكون في اي حاجة شايفاها المحكمة ما تكونش هي الصورة الحقيقية اللي حصلت على كلامهم. ايه اللي هيحصل في الموضوع؟ خلينا نتابع. هم مبنيين استئناف دلوقتي، وربنا ينصر الحق وربنا يسلم الجميع. وانا تاني بقول احنا ما عندناش اي مشكلة مع الاخوة اليمنيين، انا بحب اليمنيين، اصحابي وحبايبي في كل مكان، وكلنا علاقتنا كويسة ببعض. المشكلة مش بتبقى كده، احنا بنعرض مشاكل وحاجات بتحصل عشان الناس تخلي بالها وما تحطش نفسها في كارثة او مصيبة كبيرة. ربنا يسلم الجميع. تحياتي للجميع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.